اهلا بيكم في قناة مامي ريم وكارما. صينية البطاطس باللحمة دي من احب الاكلات لقلبي، في نفس الوقت هي اكلة مصرية اصيلة. هنعملها كده تبقى دايبة، واللحمة كده هتتقطع معانا بكل سهولة، وهتبقى شاربة من التتبيلة كويس جدا. هنعملها بشوية تريكات كده بسيطة هتفرق في الطعم جدا، واللحمة هتكون طرية ودايبة كده، مش ناشفة او تحسي ان هي بتشد معاكي. نفس الوقت الأكلة دي يعني مش بتستهلك مواعين كتير، هي صينية واحدة كده، ولو هتعملي جنبها رز أو حاجة وبس كده. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك أي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل أي حد. حطيت معلقة سمنة بلدي على معلقتين من الزيت، سخنتهم كويس جدا على النار. بعد كده هنزل عليهم ادي اللحمة بتاعتي صدمة، أي نوع لحمة عندك ينفع. هخليها تتشمع كده من اول جنب كده من تحت، بعدين اقلبها على الجنب التاني. اول ما تلون كده معايا تبقى كده خلاص قفلت على الانسجة بتاعتها، وفي نفس الوقت محتفظة بالسوائل اللي موجودة جواها. هنزل عليها ببصلاية مفرومة ناعم واقلبها كده شوية مع البصل بحيث ان هي تاخد لون ذهبي خفيف كده خالص. بعدين هحط عليها فص من الثوم، وهشيل بقى اللحمة بتاعتي دي، انا هشيلها احطها في طبق على جنب عشان في تركية كده هي دي اللي هتفرق في طعم اللحمة. ما ينفعش ننزل بصلصة الطماطم عليها كده مباشر والصلصة تكون باردة، لا احنا عايزين الصلصة تكون سخنة بحيث ان اللحمة بتاعتي ما تجلدش. احنا لما بنيجي نسلق اللحمة بنحط عليها المية او الشوربة، او لما بنيجي نزودها لازم تكون مية سخنة بتغلي، ما ينفعش تبقى مية باردة علشان اللحمة بتاعتي ما تبقاش ناشفة ومجلدة كده. فانا شلت اللحمة على جنب، واول ما عصير الطماطم بدأ يغلي معايا كده هنزل عليه بالتوابل، فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا ومعلقة سكر كبيرة ورشة من القرفة، يعني على طرف المعلقة كده حبة من القرفة، هيديكي تيست حلو قوي، وفي نفس الوقت مش هتكون باينة في الاكل، هي بس بتخلي الطعم حلو وصينية البطاطس تكون ريحتها حلوة شوية. هقلبها، واول ما الصلصه بتاعتي تغلي هنزل عليها باللحمه وهسيبها الصلصه تتسبك واللحمه بتاعتي تستوي. عايزاها تكون مستويه بنسبه 90%. انا حطيت كل التوابل ما عدا الملح. الملح هحطه في الاخر وهقول لكم تحطوه ازاي بحيث ان هو يتوزع كويس على صينيه البطاطس باللحمه. هحط اللحمة بتاعتي على الصلصة، واول ما تبتدي تغلي كده هوطي عليها النار خالص وهسيبها تستوي مع نفسها. بعد ما اغطي عليها كده واسيبها مع نفسها تتسبك الطماطم واللحمة تستوي، ولو حسيت ان هي محتاجة شوية مية او شوية معجون صلصة طماطم وتزودي عليها مية عشان تبقى حمرة معاكي تمام، مش محتاجة خلاص. بصوا هي كده استوت معايا والطماطم بتاعتي اتسبكت. بصوا بتغلي كويس ازاي. هنزل عليها بقى، انا كنت غسله البطاطس بتاعتي ومقشراها ومقطعاها وغسلتها تاني بعد ما قشرتها. هحطها على الطماطم واللحمه بتاعتي بعد ما تسبكوا واللحمه استوت، وهقفل عليها النار يا دوبك بس تاخد 10 دقايق كده، وبعدين اطفي عليها زي ما انتوا شايفين كده. وهحط بقى ميه سخنه، يعني حوالي نص كوبايه ميه سخنه، احط عليها الملح وادوبه كويس، وانزل عليها كده بالميه بالملح بحيث ان هي تتشرب كويس. والملح لو انا حطيته مباشر مش هيتوزع كويس في الصينيه كلها، فبحب ان انا ادوبه في شويه ميه كده من البدايه. وبعدين هدخلها الفرن تتشمع زي ما انتوا شايفين كده، وبس كده صينيه البطاطس بتاعتي جاهزه. تقدميها مع رز بالشعريه، رز حبه وحبه زي ما انت حابه، لو عايزه تاكليها بالعيش هتبقى حلوه برضو. بصوا البطاطس بتاعتي دايبه ازاي، واللحمه مستويه وشاربه من التتبيله، يعني انا ما سلقتهاش في ميه، انا سلقتها في صلصه الطماطم، فصلصه الطماطم بقت طعمها حلو، وكمان الدهون بتاعه اللحمه كلها نزلت فيها، فالصلصه بقت غنيه كده وطعمها حلو. وبس كده انا كده خلصت حلقه النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب لقناه مامي ريم وكارما على اليوتيوب، والسلام عليكم.